جديد على أحد أبرز إنجازات مصر الإنسانية والحضارية والثقافية، افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يشهد أو تتجه إليه أنظار العالم إلى منطقة أهرامات الجيزة التي تحتضن هذا المتحف الفريد من نوعه. حدث استثنائي سوف يحظى بمتابعة الملايين عبر شاشات التلفزيون والمواقع الصحفية الإلكترونية. ربما يبدو في الصورة من خلفي عدد كبير من مندوبي ومراسلي الصحف العالمية ووكالات الأنباء العالمية وأيضا القنوات التلفزيونية المحلية والإقليمية والدولية. حسب بيان للهيئة العامة للاستعلامات المصرية، تم منح التراخيص لأكثر من 450 مراسل لوسيلة إعلامية، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة. أكثر من 80 وسيلة إعلامية تتبع الدول الأوروبية، 40 وسيلة إعلامية تتبع الولايات المتحدة الأمريكية، و70 وسيلة إعلامية أوروبية سواء تلفزيونية أو صحفية أو مقروءة إلكترونية، بالإضافة أيضا إلى عدد كبير من وكالات الأنباء المصورة التي من المنتظر أن تنقل هذا الحدث مباشرة لنحو 2 مليار مشاهد عبر دول العالم من خلال هذه الوكالات الأنباء وهذه التلفزيونات والمواقع الإخبارية التي تبث بثا مباشرا لوقائع هذا الاحتفال. جدول الاحتفالية الذي سوف تنطلق اليوم تبدأ بمؤتمر صحفي في تمام الساعة 3 من عصر اليوم للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومن بعده تتوالى عدد من الفعاليات على هامش هذه الافتتاحية، احتفالا بهذا الحدث التاريخي الاستثنائي. في تمام الساعة 7:15 من مساء اليوم تبدأ فقرات هذا الاحتفال العالمي. يسبق هذا الاحتفال استقبال للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد كبير من ضيوف مصر، سواء من الأمراء والملوك والرؤساء وزعماء وقادة الدول التي تشارك في هذا الاحتفال. أكثر من 80 دولة تشارك عبر ممثليها، سواء من ملوك وأمراء وقادة وزعماء أو وفود رسمية تشارك مصر هذا الاحتفال. وهذا الاحتفاء بأحد أبرز الإنجازات الاستثنائية الإنسانية والحضارية الثقافية التي تقدمها مصر إلى العالم في القرن 21. الأجواء أجواء إيجابية للغاية، سواء على مستوى التنظيم. هناك العديد من الجهات التي تشرف على تنظيم هذه الاحتفالية، بدءا من توافد المصورين والمراسلين والمذيعين ومراسلي ومفادي القنوات التلفزيونية أو الوكالات الإخبارية، بداية من دخولهم إلى المنطقة المحيطة، انتهاء بالعبور إلى المصري الكبير، درجة عالية من التنظيم المهني الاحترافي. هناك العديد من الجهات التي تتشارك في خروج هذا الحفل إلى النور في أبهى صوري، سواء على صعيد الأجهزة المعنية المحلية التابعة لوزارات الطاقة والكهرباء، وزارة السياحة والآثار، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارات كثيرة وجهات محلية معنية بهذا الافتتاح هذه الاستعدادات التي تخرج إلى النور في أبهى صورها بدءا من الساعة 7 من مساء اليوم. وتتوالى هذه الفعاليات والفقرات التي يضمها الحفل التاريخي الذي يشرفه بالحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوف مصر الكرام من أكثر من 80 دولة عبر العالم. نعم، علاء رشوان مراسل النيل الأخبار، سنتابع معك خلال اليوم كل المستجدات حتى الافتتاح بإذن الله في مساء هذا اليوم. شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من المتحف المصري الكبير.